السلام عليكم الخوتي المغاربة كاملين فين ما كنتو داخل المغرب أو خارج المغرب. القرار ديال جلالة الملك محمد السادس باش يوم رأس السنة الأمازيغية يولي يوم عطلة مؤدى عنه، يعني تاخد العطلة، تاخد فيه نهار ديال العطلة والدولة المغربية تخلصك عليه. هو قرار جميل وكيعطي كيرجع بعض الشيء، يعني القيمة لهاد رأس السنة الأمازيغية اللي هي عنوان كبير وكتعني الكثير للمغاربة كاملين كيف ما كانوا أمازيغ أو عرب أو يهود أو. المشكل ماشي هنا. المشكل كاين في المنطقة الشرقية المجاورة للمغرب، واللي هي دولة الجزائر، وبالخصوص منطقة القبائل الحبيبة اللي الآن وللأسف شدهم الخلعة. منطقة القبائل شدها الخلعة. علاش؟ لأن هنا في المغرب كاين خبر ديال تكريم الأمازيغية والأمازيغ من خلال تخصيص هذاك اليوم عطلة والمؤدى عنه. كاين دولة الجنرالات والكبرانات كتوجد باش تشعل العافية في هذا الصيف اللي جاي عاوتاني في الغابات ديال تيزي وزو والمناطق اللي كتكون منطقة القبائل. كيفاش غادي يشعلوا العافية؟ هي كيوجدوا باش يشعلوا عاوتاني العافية، إضرام النار في بعض الغابات وبعض المناطق من قبائل منطقة القبائل، وإلصاق التهمة طبعا بالدولة المغربية كما عادت الكبرانات وكما عادت المسؤولين في الدولة الجزائرية. وبالتالي هذا كيولي كيخلق واحد التخوف كبير عند الإخوان القبائليين أو الأمازيغ، خوتنا اللي عايشين في الجزائر للأسف. وبالتالي فعلى الدولة الجزائرية الآن تبدأ عاوتاني هذا الصيف هذا وتخرج شي فيلم آخر من غير الحرائق، تحاول تبدا شي فيلم آخر، وطبعا التهمة غادي تكون هي المغرب هو السبب وراء هذاك الشيء اللي غادي يديروا الكبرانات. نتسناو نشوفوا الجديد عاوتاني هذا المسلسل هذا فين غادي يوصل. وعاش المغرب وعاش الأمازيغ وعاش كل مكون من مكونات الدولة المغربية. السلام عليكم.